من أخطر الأمور في الحياة أن قلب الإنسان لا يملكه. أنت ما تملك قلبك. يصبح الرجل مؤمنا في آخر الزمان ويمسي كافرا. هذا أمر خطير، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تقلب القلب، وكان دائما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. العبرة بالثبات. الإنسان قد يدخل في الدين ويبدأ بتعلم الإسلام، لكن السؤال الأهم: هل سيستمر؟ هل سيثبت على دينه؟ ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء كيف ثبتوا. إبراهيم الخليل هددوه، حبسوه، ربطوه، أرادوا حرقه، وجمعوا الحطب إلى آخر اللحظات، بل رمي في النار. هل ثبت ولا ما ثبت؟ كان يردد: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حرقوني، افعلوا ما تفعلون فإنني سأثبت على ديني. موسى عليه السلام كم أوذي في قومه في بني إسرائيل، صبر وثبت: إن معي ربي سيهدين. هذا نوح عليه السلام 950 سنة وقومه يستهزئون به ويسخرون عليه، وإذا دعاهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وعاندوا واستكبروا، ومع هذا ثبت إلى آخر اللحظات. زكريا قتل، يحيى ذبح، أنبياء سجنوا وعذبوا وأوذوا، ومع هذا ثبتوا على دينهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني الواحد لما يقرأ قصص الأنبياء في ثباتهم على الدين والله يثبت. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. عرضوا عليه كل شيء، آذوه، قاتلوه، حاربوه، قتلوا أحب الناس لديه، ومع هذا ثبت لآخر اللحظة.